اللي جاي اخطب ريهام اختك. ها موافقين؟ يبقى يا بابا. استني بس، استني، انا جاي اخطب ريهام. بابا ايه علاقته بالموضوع؟ انا مش عارف يا عايز هتكلم معاه في ايه. انا اول مره اقابل عريس جاي يخطب واحده من بناتي. يا اختي انا مش عارفه ايه البطل ده. دي واحده مننا بتتنشأ على عريس، ودي جاي لها جوز بحاله ومكبره. على فكره انا جاي الاول. وانا حاجز من امبارح يا عم بتاعي. هي قصدها تطرح اكتر من عينه وبديل عشان شريحه البحث عن عريس مناسب تكون على نطاق اوسع. انا خلاص قلت الشربيني يعني الشربيني. لا انا قلت طارق يعني طارق. هاي يا ريهام، طارق ولا الشربيني؟ وليد باذن الله. بالنسبه للستاير فانا عايز ستاير تكون العرض عرضين وتكون بنقش طاووس. انا مش اقل من بنت خالتي منى. الجزمه ما بيردش. هو بتاع الستاير كده دايما مطنش، ده غلب منى. ستاير ايه ومنة ايه يا اخي؟ انت صدقت اننا هنتجوز بجد؟ دي تمثيليه يا ابني. ايه ده؟ يعني كنت بتلعبي بمشاعري جياشه؟ نهارك اسود ومنيل، مش حال ما انت صاحب الفكره اصلا. عموما انت لسه عندك الفرصه على الترابيزه. بقى تسيبي واحد روش زيي ودمه زي العسل وتروحي لواحد اسمه وليد، وده هتتجوزيه ولا تخلفيه؟ بس اهو رد. الو يا وليد. عموما انت لسه عندك امل. بالنسبه بقى صحيح للشقه اللي ابوكي هيجيبها لنا عشان استر عليكي واتجوزك، فمبدئيا انا عايز لون الحيطان اسود. كان يوم اسود ومنيل يوم ما عرفتك يا وليد. انا تعمل فيا الفصل ده وما تجيش. بالنسبه بقى للارضيات فابعديني خالص عن السيراميك والباركيه. انا عايز اعمل الارضيه كلها تكون ازاز عشان اتفرج على الجيران اللي تحتينا خصوصا بالليل. ده انت فرجت عليا البيت كله يا وليد. انا اتفضل عليا مسيره ادباء الاقاليم بوسط الدلتا وما تجيش خطوبتنا وتخليني اجيب واحد صاحبي تافه اعمله خطيبي. افهم ايه وزفت ايه يا اخي؟ ما اقول لك ايه، هي كلمه واحده تسيب اي ندوه في ايدك وتيجي دلوقتي حالا. اجي فين يا حبيبتي؟ ما انا جنبك اهو.